اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست اكسبايرد. والحلقه دي ردا على كل واحد طلع قال اصل انا لازم ابقى بيرفكت، انا ما بعرفش ابقى غير شخص بيرفكت وفاكر انها حاجه حلوه. البرفكشنزم للاسف في معتقد حاليا احنا بنجبر نفسنا عليه، حتى بنجبر ولادنا عليه، وهو المثاليه المطلقه. ولادي دول المفروض يبقى بيكلموا 9 لغات، مؤدبين، متربيين، عندهم بطولات في 7 رياضات مختلفه، واخدين اوائل فيها، ان هم مالهمش دعوه باصحابهم الوحشين، بيردوا على الكبير حلو، ما بيمسكوش الموبايل كتير، بيناموا بدري، بيشربوا لبن كتير. يعني في ايه تاني يا جماعه؟ يعني في ايه تاني في دماغنا محتاجين عيالنا يبقى فيه؟ مين فينا ما عندوش في حياته حاجة محتاج انها تبقى مثالية؟ محدش عارف ليه. يعني وكمان بعد السوشيال ميديا الواحد شايف كم النظام اللي في حياة البني ادمين، الوجبات اللي بمواعيد، وبيعرفوا يصوروا وهم بيعملوا الوجبات، ومطابخهم اضاءتها حلوة. عشان انا عندي مشكلة في الموضوع ده، انا ما بعرفش اصور توستاية بعملها بالجبنة اساسا في المطبخ لان انا ما عملتش مطبخ ينفع للتصوير يعني. فانا لو وريتكم اصلا بلاط المطبخ هنموت ضحك، ما علينا، وبفكروني اوريهولكم حتى من غير ولا طرطشه، من غير وساخه على الكاونتر. شغلهم حلو، مرتب، منظم، ليهم مواعيد معينه، الرياضه كل يوم مهمه، حتى هم بيشربوا ميه وبيصوروها بتبقى حلوه. انت تحس ان الميه عندهم احلى من عندنا، وتحس ان ردود افعالهم منظمه، مشاعرهم في مكانها. يا جماعه نفسي اشيل هدومي في مكانها اصلا. تعالوا خشوا اوضتي، والله العظيم بجد انا محتاجه الناس البيرفكت دي تخش اوضتي، عشان انا لو نظمت اوضتي انا هبقى خلاص، انا هزقكم كلكم، هبقى انا البيرفكت اللي موجوده. وطبعا ده كله كوم، وشريك الحياه المنزل كوم تاني، الشخص اللي بيدعم، اللي بيحب، اللي بيساعد، اللي فيه ما بيننا لغه حوار، اللي كل حاجه في ميكس واحد بس. طب ما كفايه جمال ولذاذه بقى؟ والله العظيم انا جزعت من كتر حلاوه حياتكم اللي انا بتفرج عليها. خلاص خلصنا مرحله النبره على حياه الاخرين والناس المثاليه البيرفكت. استيقظ، اغسل وشك، تعال بقى نفهم الموضوع واحده واحده مع بعض. اول سؤال محتاجين نبدا بيه، احنا ليه اصلا بنشوف المثاليه دي هدف محتاجين ان احنا نوصل له؟ يعني عمرنا سالنا هل انا حياتي هتكون احلى وانا هكون اسعد لما كل حاجه بعملها تكون متقنه 100%؟ مش عارفه سمعتوا عن الدراسه دي ولا لا؟ في دراسه اسمها The Perfectionism Paradox، بتقول فيما معناه ان الناس اللي دايما بتسعى للحياه البيرفكت والمثاليه في كل حاجه، دول اكتر ناس عرضة للتوتر والقلق طول حياتهم عن الناس الطبيعية. وده يخلينا نفكر ان فعلا الشخص المثالي ده شخص مش عارف يقف، يعني مش عارف يريح، مش عارف يستمتع باللحظة، هو على طول بيجري ورا حاجة وعايزها تبقى مثالية من كل الاتجاهات بتاعت حياته. احنا اصلا فكرنا فيها في الطبيعي الموضوع مجهد جدا. يعني تخيل حد عايز يبقى شاطر في الشغل، وشاطر كزوج، وشاطر كأب، وشاطر مع اصحابه، وكويس كابن. يعني لو اصلا فكرنا فيها حتى في الحاجات التافهة، مش بس في انواع من الشغل او كاتيجوريز من الشغل، الموضوع مهلك جدا. المثالية لو فكرنا فيها فعلا هنلاقي انها على طول مش مفيدة. يعني في كتاب اسمه The Perfectionism Trap، ده بتاع جون سميث، بتتكلم كمان ان المثالية مش مجرد انها بتضغط عليك او بتخليك متوتر، لا هي كمان بتخلي حياتك بلا قيمة. يعني متخيل انت عايش طول حياتك عشان تبقى شخص مثالي، اصلا النتيجة تخلي حياتك ملهاش قيمة، لان هي لازم تمشي صح وطبيعي، عشان دي الطبيعة البشرية والطبيعة اللي ربنا خلق بيها الدنيا، ان مفيش حاجة بتمشي صح بالظبط زي ما احنا ما عايزين. فطول ما الحاجة مش ماشية صح انت حاسس ان حياتك ملهاش قيمة، فانت على طول حاسس ان حياتك ملهاش قيمة. وهو كمان قال حاجة حلوة تانية، قال ان مش لازم تبقى كامل عشان تبقى بتنجح، احيانا النجاح بيكون في تجربتك للاشياء بعيوبها. جملة عميقة جدا على فكرة، ودي فعلا حقيقة. يعني احنا اصلا مش روبوتس، يعني احنا بني ادمين، فساعات اصلا خبرتك بتتولد من اخطاء معينه او تجربه معينه انت مريت بيها بكل العيوب فيها وغلطت منها قد كده، عشان كده بقيت الشخص ده دلوقتي، او بقيت خبره في الجزء ده دلوقتي. وده يخليني ارجع واقول لك ان انا مش بعمل كل ده عشان اهون عليك واقول لك يا حرام انت حياتك مش بيرفكت، اصل انت فاشل، اصل انا بحاول احسسك ان انت مش فاشل. لا، انا عايزه اصلا اشيل من دماغك الفكره ان انت تبقى بيرفكت عشان تبقى ناجح. فخليني اقول لك في كتاب تاني اسمه جريت، ده لكاتبه اسمها أجيلة متهيالي، او انا مش بنطقها صح، ما علينا. بتتكلم ان الاستمرارية في الحاجة حتى لو هي مش كاملة هو اللي بينجح. فالموضوع بقى مش في الكمال، الموضوع في الاستمرارية رغم الهبل، الاستمرارية رغم ان احنا مش فاهمين حاجة، الاستمرارية رغم ممكن القوازيق اللي بتقابلنا في حياتنا. المهم ان احنا نستمر. طيب تعالوا كده نغمض عينينا والله بجد ونتخيل ان انا دلوقتي حياتي بيرفكت. ايه بقى اللي هيحصل؟ مليون ايفون، غالبا انا هبيعهم، يعني ده مبدئيا مش هستخدمهم خالص. بعدين اوتفيتس كتيره، فلوس كتيره جدا، هسعى برضه اعمل حاجه بالفلوس دي. ما انت هيجي على بوينت معينه وتزهق. والله الناس مش بتصدق الموضوع ده، بس ده بجد.
يعني انت هتيجي على بوينت من كتر الغنى الفاحش انت زهقان، فهتضطر تعمل حاجه، فهتعمل حاجه يا هتفشل فيها يا هتنجح، فهتبقى في نفس الدوامه معانا برضو. هتبقى بتحاول تعمل حاجه بفلوسك الكتيره دي جدا، بس تحاول تعملها بيرفكت. خليني برضو اقولك على حاجه تانية، انه كل ما انت هتسعى تكون مثالي كل ما الحياه تغلبك. اللي هو انا بحس ان الموضوع عندي اللي هو طب ماشي انت شايف نفسك جامد قوي يعني، طب يلا خد دروس بقى اتعلمها في الحياه. ففي دراسه اثبتت بجد ان دول اكتر ناس عندهم نسب اكتئاب عاليه، لانهم عندهم عدم رضا في المطلق. هم مش راضيين على اي حاجه، سواء بقى قضاء ربنا وقدره او غباء من الاخرين، غباء مننا عشان احنا بني ادمين، ايا كان السبب. هم شايفين ان احنا لا، احنا we have to be perfect all the time، فدي حاجه احنا مش قابلينها. وخليني اوضح فرق كبير، لان انا عارفه ان فيها هيحصل ميس اندرستاندينج فيها، ان الناس مش فاهمه الفرق ده كويس. في فرق ما بين ان انا المثاليه المطلقه اللي احنا بنتكلم عليها انها مضره، وفي فرق ان انا بحاول اتحسن واسعى اعمل كل حاجه باحسن صوره. دي قصه ودي قصه تانية خالص، لان الجزء التاني ده انا بتقبل اخطائي عادي وبتعلم منها وبحاول احسنها، فده اللي ممكن يخليني ناجحه فعلا. لكن المثاليه المطلقه دي بالعكس انا بحس ان هي بتضر الشخص نفسيا، فالتانية دي اللي ممكن فعلا تنجحك، لكن الاولى بتضغط على الشخص نفسيا وبتخليه فعلا مش قادر يوصل. في كتاب كمان اسمه The Perfectionist's Guide to the Galaxy بتاع مارك مانسون. هو كمان وضح ان المثالية مش بس بتخليك مش سعيد، لا هي كمان بتبعدك عن حقيقة نفسك، او انك تعرف حقيقة نفسك، مش قادر تكون حقيقي مع نفسك. عارف التمثيل الاوفر الفيك اللي بيجيب حموضة كده في الزور؟ هي نفس الفكرة بالظبط. انت من كتر ما انت بتسعى تبقى مثالي انت نسيت حقيقتك كانت ايه. يعني الواحد برضو عيوبه اللي بتخليه يعرف ان ده انا، ده انا، ايوه. فخلينا نرجع ونقول ان نبطل بقى نفكر في فكرة المثالية في كل الاتجاهات، وان عادي لما نبقى عاملين دايت ونبوظه، دي احلى تبويظة بتحصل في الحياة والله العظيم. بطاطس المحمرة اللي من حيث لا تدري بتجيلك بالليل دي. خليك دايما مقتنع ومقتنع بجد، وانا مش بقولك ده عشان اهون عليك عشان انت شخص فاشل وبتغلط خالص، والله انا بجد عايزة اقنعك ان لولا الاخطاء اللي انت عملتها في حياتك انت بقيت انت دلوقتي وانا بقيت انا دلوقتي. فبجد اللي محتاج يبقى اكسبيرت، مش ان احنا نبطل نغلط ولازم نبقى شبه الناس دي اللي منزله على السوشيال ميديا، لا خالص. احنا محتاجين نلغي المثاليه. وعلى فكره لازم تبقى عارف برضو ان حتى اللي بيبينوا لك الحاجات دي هما بيبينوا لك الجزء المثالي في حياتهم، لكن دي مش حياتهم المطلقه، والا ما كانوش البني ادمين الطبيعيين اللي عايشين معانا يعني اللي بيغلطوا. عايزه كمان قبل ما اقفل الحلقه نرمي حاجه تانية مع كلمه المثاليه. يا جماعه احنا من كتر ما احنا فقدنا نفسنا اصلا، مبقناش عارفين احنا عايزين ايه ومش عايزين ايه، وما عندناش اولويات ومش بنواجه حقيقه نفسنا وبنسعى للمثاليه وخلاص، ان ابتدينا كمان نسعى لحاجات احنا مش عارفين هتبسطنا ولا لا. يعني احنا من كتر اللي بنشوفه على السوشيال ميديا، انا بسعى مثلا ابقى شبه الشخص ده، هل انا لو بقيت اصلا شبهه دي حاجه تبسطني؟ احنا اصلا وصلنا ان احنا مش عارفين الاجابه. هو انا عايزه ابقى زيها وخلاص، دي شكلها بنت فرفوشه بتسافر مش عارفه بتعمل ايه بتروح فين، الله انا عايزه من الحياه دي. طب افرضي اصلا دي مش شخصيتي، يعني مش ده اللي بيسعدني اصلا ولا بيبسطني. فاحنا كمان وصلنا مش المثاليه بس، احنا وصلنا احنا بنسعى المثاليه مش بتاعتنا ومش عارفين اصلا هتبسطنا ولا لا كمان. فاحب اقول لكم اللي هنرميه في الزباله هي المثاليه، وخلينا دايما مميزين وبنغلط وبنعك عادي. قولوا لي يا جماعه ايه الحاجات اللي انتوا كنتوا حاسين ان انتوا مضغوط عليكم تكونوا مثاليين فيها، وشفتوا ان انتوا لما واجهتوا حقيقتكم كان احسن بكتير. انا حاسه ان المايك فصل والصوت بقى مختلف، بس انا مكمله الحلقه عادي برضو.